نفسي اعرف كابتن شوبير ناوي على ايه بعد ما قلنا خلاص ربنا هداه ونسي الكيميكا. راجع علينا دلوقتي بس المره دي مع الكابتن احمد حسن والكابتن عصام الحضري. من غير كلام كتير تعالوا نشوف الراجل ده بيقول وكلنا ايه. فرحانين ان عندنا منتخبين، احنا مجازا بنقول منتخب تاني بس كلهم نجوم واسماء كبيره وعظيمه يعني. فمن باب اولى ان المسؤولين عن هذا المنتخب اللي هو مجازا المنتخب الثاني، وبقول لك كلهم نجوم، مدرب عظيم زي حلمي طولان ومعاه جهاز فني محترم، ولازم اكتر ناس تسانده. مفيش داعي حد يطلع يقول كلمه يعني بنغلس على حسام حسن وعلى ابراهيم حسن. ايه الاستفاده؟ ايه الاستفاده يعني؟ هنا في منظومه في اتحاد الكوره، انت النهارده بتعاقب اللعيب لما بيقول حاجه غلط او بيلخبط في الدنيا. فمن باب اولى المسؤول نفسه، يا سيدي هاخدها ان انت قايلها بهزار، قايلها بضحك، مش هكرر اللي اتقال يعني. لكن يا جماعه مش وقته، انا اسبوع اوصل فيه كاس عالم. فحتى اللي مزنوق في كلمتين يا سيدي اجلهم لحد بعد ما نوصل لكاس عالم. اللي خلى كابتن شوبير يرد بالطريقه دي الفيديو نزله الحضري مع عميد لاعبي العالم الاصلي على حسب كلامه كابتن احمد حسن. تعالوا نشوف الحضري يعني. درجه حراره 45 وكان بيجي معايا عميد العالم الاصلي ولقيت واحده مره واحده واقف. قوم يا عم قوم يلا. بعد فيديو الحضري ورد كابتن شوبير كابتن احمد حسن نزل بوست رد فيه بكل قوه على كابتن شوبير. كمان بعد كده جه الحضري وبينزل بوست وبيلقح فيه بطريقه كبيره ومباشره وبيقول له انتصت الفتنه والتعصب في الكوره في مصر. يا ترى الموضوع هينتهي على ايه؟ لانه لسه ما خلصش، ده لسه بيبتدي وشكلها تسخن الايام اللي جايه.